بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم. بعض المعلومات الهامة عن الأوميجا 3 بشكل عام عشان ما أطولش على حضراتكم. هتكلم عن إيه نوعية الأوميجا اللي أنت المناسبة اللي تاخدها، وعن الجرعة وهو بيستخدم في إيه، تمام، وجرعة كل حالة، وايضا ايه الادويه اللي ما تنفعش تاخدها في نفس الوقت مع الاوميجا 3. تمام. الاوميجا 3 طبعا عشان في ناس بتحب تستخدم المكملات الغذائيه بشكل كبير، او الطبيب بيكون وصف له الاوميجا 3 لحاله معينه، وممكن ما بيستمرش يشتري العلاج بسبب غلو ثمنه. فدايما نختار الاوميجا 3 اللي هو يكون منتج دوائي، لان المكملات الغذائيه نوعين، في منها اللي هو نوع دوائي وغير دوائي. طبعا دي تفاصيل في التراخيص، اسال الصيدلي الاقرب لك. ليه دي بتفرق ايه معاك؟ بتفرق معاك في السعر. يعني دايما تلاقي المنتج الدوائي سعره مقبول عن الادويه اللي هي مكملات غذائيه غير دوائيه، لان الغير دوائي الرخصه بتاعته غير دوائيه، ده هتلاقيه خارج التسعيره الجبريه. فبالتالي بالرغم من زيادات الادويه، ولكن هتلاقي ايضا الادويه اللي هي ترخيصها دوائي هتلاقيها في السعر مقبوله اكثر. وانا جايب الاوميجا 3 ده بتاع شركه سيدوكو على سبيل المثال، فهو كان ارخص من كده، حاليا وصل 75 جنيه. لكن هتلاقي برضو نظيره، او مش نظيره، اللي هو المفروض انه نظيره من الاوميجا 3 الاخرى، هتلاقي اغلى من كده بكثير. طبعا باستثناء المستورد اللي ليه فاعليه، وليه الطرق القانونيه اللي بيتم توفيره بيها. لكن انا بتكلم كنصيحه عامه، اختار الاوميجا 3 ده او اللي زيه، والسعر المناسب ليك، برضو مع عدم اغفال انك انت تسأل الطبيب، ربما يكون كاتبه لك كشيء مهم. الناس اصلا مفكره مكمل غذائي دي يقول لك مكمل شيء تكميلي. لا، هو الفكره مش في كده. مكمل غذائي مش معناها كده. احيانا تلاقي دواء كحه مكتوب عليه مكمل غذائي. تمام. فالفكره يا جماعه انك انت اول نقطه، عشان ما اطولش على حضراتكم، وموضوع نوعية المنتج نفسه. هل هو مثلا، أنا مش هقدر أذكر المثال الثاني عشان دي منتجات أيضا مرخصة ولكن سعرها مبالغ فيها جدا، وبعض الزملاء من الأطباء بيكتبوها ولهم كل الاحترام ولهم كل التقدير، لكن أنا ببلغك باللي عندي، وتقدر تسأل الصيدلي لما ترجع له، أو تستشير الصيدلي اللي تثق فيه. تاني نقطة، هو بيستخدم في إيه؟ قبل ما انتقل للنقطة دي، أرجو من حضراتكم أو أرجو من حضرتك، لو ما كنتش اشتركت في القناة يا ريت طبعا ما تنساش تشترك. دي طبعا أكيد أي حد في اليوتيوب بيقولها، وأنا ده هيسعدني أكيد، مش بس عشان يوصلك كل جديد تمام، وأكيد عشان يوصلك كل جديد من اللي بيوصلني في هذا التخصص. بذكرك بنفسي، صيدلي يوسف الأنصاري، صاحب صيدلية مجتمعية، أو زي ما بيقولوا صيدلي الحارة أو كده تمام. طب يستخدم في إيه؟ طبعا بيستخدم في دعم صحة العظام، ودعم صحة القلب، ودعم صحة الجلد. الحفاظ على البشرة والشعر لما يكون في مشاكل وسببها، أو الدكتور بيشوف ده مفيد فيها، فالجرعة بتكون من كبسولة ل2 ست 6 كبسولات في اليوم، 3 مرات يوميا. لما يكون اسمه ايه ده، للصحة العامة بناخد كبسولة مرتين في اليوم. لو لصحة القلب بناخد 3 مرات، او من 3 ل6 حسب كمية طبعا الكوليسترول، وحسب الصحة، وباقي الهيستوري بتاع العيان. طيب، الأدوية اللي ما تتاخدش معاها، تمام، وده مع اي نوع، مش مع النوع ده بس، مع اي نوع اوميجا 3. لو حضرتك بتاخد اوميجا 3، خاصة لو انت مريض قلب او كبير في السن، او مكتوبه لك عشان تتاخد في لتعزيز صحة القلب، فاكيد في الغالب مكتوب لك دواء سيولة.
فدواء السيولة ده ما ينفعش تاخده إلا في وقت بعيد عن تناول الأوميجا 3 على الأقل بساعة عشان ما يعطلش عمله. ودي أهم الحاجات اللي كنت عايز أقولها لحضراتكم. ما تنساش تشير الفيديو وتوفروا على نفسكم وتسأل الصيدلي المنتج المناسب ليك، لأنك أنت ممكن تشتري منتج مستورد فيه تركيزات أكتر من ده، ولكن اتفضل يا غالي، عفوا، ولكن ما يكونش أنت محتاج كل هذه الكمية. فمنتج زي ده بسعر في الوقت ده مناسب، أو نظائره اللي هي يعني بالبلدي كده مصنفة دوائيا، لها تأثير دوائي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعوا لي بجبر الخاطر، ربنا يكرمنا ويكم بجبر الخاطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.